200,000 مواطن سوري يعودون إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد حسب معطيات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى تسارع وتيرة العائدين السوريين من تركيا إلى سوريا كلما تسمح الفرصة لهم. وتركيا كانت قد احتضنت نحو 4 ملايين سوري منذ بداية الأزمة والثورة السورية عام 2011، وقد عاد منهم عشرات الآلاف خلال السنوات الماضية، لكن ومع سقوط نظام الأسد تسارعت وتيرة العودة إلى البلاد بسبب استقرار الأوضاع الأمنية. وأشار أردوغان إلى أن سوريا ماضية في التعافي رغم الصعوبات والمعيقات والتحديات الكبيرة، وهذا يشير إلى أن السوريين لا يريدون إلا بلدهم ولا يرغبون في العيش بغيرها. وأكد أردوغان أن 75 لاجئا من كل 100 لاجئ سوري احتضنتهم تركيا.